ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في قناة أسئلة واسنات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلى الله على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم نصرا قريبا يا رب العالمين. كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 7 من اليمن اشتركوا في قتل طفل. 7 من اليمن اشتركوا في قتل طفل، فرجعوا إلى عمر بن الخطاب: يا عمر يا ابن الخطاب، أنعدم واحدا من ال7 بذنب هذا الطفل؟ قال عمر بن الخطاب: بل اعدموا ال7 جميعا. قالوا: يا أمير المؤمنين، أنقتل بطفل 7؟ قال: نعم، والله لو أن أهل اليمن جميعا قتلوا هذا الطفل لقتلتهم. فهذا هو الإسلام. إن قتل النفس عند الله أهون عند الله من هدم الكعبة المشرفة. فهذا هو الدم، وهذا هي الطفل غالي في قتله، قتل أمامه 7 من الرجال. فنحن نرى آلاف الأطفال يموتون ولا يتحرك القاعدون. هذا ما أردت أن أوصله إليكم. كان هتلر عنده مقولة يريد أن يكسب الرأي العام عنده، فقال له لإعلامي صديقه: ماذا نفعل؟ قال: سأكذب على الناس، أكذب على الناس في الإعلام. فقال: وماذا بعد الكذب؟ قال: نكذب ثانيا. قال: وماذا بعد الكذب الثاني؟ قال: نكذب ثالثا. قال: وماذا بعد ثالثا؟ قال: نكذب رابعا. قال: وماذا بعد رابعا؟ قال: خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وعاشرا ومليونا. قال: ولما؟ قال: حتى لا يجد الناس غير الكذب فيصدقوه، حتى لا يجد الناس غير الكذب فيصدقوه، وبذلك أعطيك شعبا بلا وعي، أعطيك شعبا بلا وعي. وهذا ما يحدث في عالمنا أيها الإخوة الأحباب. فكلنا نصدق الباطل، كلنا الآن نصدق الباطل ونكذب الصدق، وأصبح الباطل هو الذي يسود، وأصبح الباطل هو الذي يسود فينا، ويحصد كل ما نزرع، ويحصد حتى الأرواح، ويحصد حتى الأطفال. وفي نهاية الأمر يقول لك دفاع عن النفس، ويقول لك أمن وأمان، ويقول لك هذه هي الحق، وما تريدونه هو الباطل. أيها الإخوة الأحباب، هذا ما أردت أن أوصله لكم. الكذب والخديعة والنفاق هي التي تسود في هذه الأيام، كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه زمن الرويبضة، يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة، الرجل التافه الذي لا قيمة له. هذا ما نراه والله في هذه الأيام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم مبشرا: لا تحزنوا على ما يموتون من إخوانكم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويتخذ منكم شهداء فهم في الجنة بإذن الله، وهم من يحملون شرفنا ويحملون أمالنا. نرجو منكم أيها الإخوة الأحباب أن تعرفوا الزمن الذي نحن فيه جيدا، ونتوب جميعا إلى الله، ونقول: تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعود إلى المعاصي والذنوب أبدا، وبرئنا من كل قول أو فعل أو عمل أو دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي كلمات جديدة أو في فيديو جديد لأخوكم أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.